السلام عليكم. في الفيديو ده هنكمل الموبايل ابلكيشن بتاعنا. ده كده الجزء اللي كنا عاملينه الفيديو اللي فات بتاع الكوديتي بروتوكول. طبعا عرفنا ان احنا نعمل يو اي بسيط كده يكونكت على البروكر بتاعنا ويبعت يبعت له داتا ويستلم منه داتا. في الفيديو ده بقى هنبدأ نعمل أول صفحة في الموبايل ابلكيشن، وهنكومنت كده كل حاجة احنا عملناها الفيديو اللي فات لأننا مش هنحتاجها في الفيديو ده حاجة. هنعمل بس عادي كلاس اللي هو الماي اب، وده كده ايه الكلاس اللي احنا عاملينه، واي حاجه كنا عاملينها نعمل لها كومنت. طب ايه اللي احنا عايزين بقى نعمله؟ اللي احنا عايزين نعمله هو الصفحه دي. طب ايه اللي موجود في الصفحه دي؟ خلينا كده نبدا نبص كده على الديزاين، وندي نفسينا فرصه ان احنا نحلل الديزاين كده، بحيث نعرف ايه هي الويدجتس اللي هنستخدمها ان احنا نعمل بيلد للديزاين ده. اول حاجه خالص هنلاقي ان احنا هنستخدم السكافولد، فاحنا هنبدا من عند السكافولد. ايه اللي في السكافولد ده؟ هنلاقي ان انا عندي السيف اريا ديت داخله معايا، فانا اول ويدجت هستخدمها هي السيف اريا. تمام. طب بعد السيف اريا هنلاقي ان انا عامل باك جراوند للسكافولد بلون غير الديفولت اللي هو غير اللون الابيض، ففي بروبرتي هحطها اللي هو الباك جراوند. طب ايه تاني؟ هنلاقي ان انا عندي ثلاث حاجات قصاد بعض، اللي هو الصوره والتكست ده وبعدين الايكون دي. بما ان عندي الايتمز قصاد بعض، يعني قصاد بعض ان هم ورا بعض بالشكل ده كده، فأنا على طول هستخدم الرو. الرو ده بيسمح لي إن أنا أحط الأيتم بشكل إيه؟ آه صفوف كده، كأن أنا بعمل صف واحد، والصف ده جواه مجموعة من الكولومز أو من الأعمدة اللي أنا بحط فيها الأيتم. طب الأيتم دي محطوطة إزاي؟ إن أنا عندي أول حاجة هي الصورة، بس الصورة واخدة شكل داير كده شوية. فهل هي دي الصورة نفسها؟ لا، الصورة نفسها مش هتكون بالشكل ده. فأنا محتاج أحط الصورة في حاجة تديها الشكل الدوران ده. أنا ألاقي إن هو ده كونتينر، الكونتينر ده موجود بداخله صورة، والكونتينر واخد ديكوريشن بحيث إن هو يعمل لي الشكل السيركل. تمام، إحنا كده عرفنا الصورة. يبقى ده كده أول أيتم في الرو بتاعنا. طيب تاني أيتم، هنلاقي إن أنا في عندي اتنين تكست، واحد فوق والتاني تحت. يبقى طالما إن أنا عندي حاجتين تحت بعض، يبقى ده على طول كول. يبقى أنا بعد الأول أيتم اللي هو الصورة، تاني أيتم بقى هيكون هو الكولوم بتاعي. الكولوم بتاعي هيكون فيه اتنين أيتم. الأيتم الأولاني اللي هو تكست محطوط فيه كلمة ويلكم، والأيتم التاني هيكون فيه التكست المحطوط فيه الاسم بتاع اليوزر. بعد الكولوم هيكون في عندي أيتم تالت وهو الأيتم. يبقى أنا كده عرفت إن الرو الأولاني ده كده هيكون رو جواه تلاتة أيتم: الصورة وبعدين الكولوم وبعدين الايكون دي. الكولوم ده هيكون فيه اتنين ايتم اللي هو الويلكم والاسم اللي هو موجود هنا. المسافة بقى ما بينهم، المسافة ما بينهم سواء كانت المسافة بين التكست وبين الايكون، او المسافة بين الصورة وبين التكست، او بين الكولوم بقى اللي هو المسافة دي كده، ممكن ان انا اعملها بسايز بوكس مثلا واديله الويدث بتاعه المسافة اللي انا عايزها. ولكن ده مش هيكون افضل حل، بحيث ان انا لو غيرت الموبايل بتاعي البيكسلز بتاعته، فهلاقي إن هو المسافة دي بتكبر وتصغر حسب البيكسل بتاعت الموبايل. بس أنا عايز أحافظ عليها على الشكل ده. الأفضل إن إحنا نعمل حاجة تانية. أنا ممكن أستفيد من البروبرتي الموجودة في الكود. البروبرتي ديت وهي السبيس بتوين. بيقول لي السبيس بتوين إن أنت عندك لو في كولوم أو في رو بقى، سواء كان كولوم أو كان رو، فأنت ممكن تعمل مسافات متساوية، مسافات تفضل ثابتة على حسب الموبايل بتاعك البيكسل بتاعته، بغض النظر بقى هي كام، بس هي هتفضل ثابتة. فأنا مثلا لو في هنا ايتم وهنا ايتم وايتم واد ايتم، هو أنا لو حطيت البروبرتي بتاعت السبيس بتوين دي،
المسافات دي كلها كده هتكون متساوية، وكأن أنا بعمل مسافات متساوية بين الأيتمز بتاعتي. وكذلك الأمر هنا. أنا ممكن أستفاد من البروبرتي دي إزاي في الحتة دي؟ إحنا اتفقنا إن في رو عندي هنا، ده الرو الكبير اللي في الأول خالص. خلي الأيتم الأولاني هو رو برضه، بيحمل لي الصورة والكولوم بتاع الاتنين تكست، والأيتم التاني هيكون هو الأيكون دي، وهديهم سبيس بتوين هيعمل لي المسافة دي. يبقى أنا كده قدرت أحافظ على المسافة دي. الرو التاني ده اللي جوه هيكون إزاي؟ هيكون في اتنين أيتم، الأيتم الأولاني وهي الصورة، والأيتم التاني وهي الكولوم. وأقدر بقى إن أنا أعمل مثلا في سبيس بتوين، أو إن أقدر إن أنا أعمل له سبيس عادي. يبقى أنا هقدر أتحكم في الجزء ده. إزاي بقى أنا أصغر الكولوم ده كده؟ خلاص، هو السبيس بتوين هيظبط لي المسافة بين الاتنين دول. يبقى إحنا كده خلصنا من أول شكل عندي. طيب الشكل اللي بعده هلاقي إن أنا في عندي سبيس هنا. فالسبيس دي برضه ممكن إن أنا أعمل سايز بوكس وأديله هايت، ولكن ممكن إن أنا أعمل حاجة أحسن، إن أنا الرو الأولاني ده أديله بادنج من تحت كده للمسافة اللي أنا عايزها، اللي هو أقول له أنت هتاخد بادنج من تحت كده علشان يبعد لي التكست اللي هيجي تحته. أو إن أنا أعمل العكس. العكس ده اللي هو إيه؟ العكس إن أنا أخلي التكست ده هو اللي واخد بادنج من فوق، من التوب، علشان يبعد عن الرو اللي موجود فوق. يبقى احنا كده حلينا مشكلة السبيس اللي موجود هنا. التكست ده والتكست ده الاتنين دول قصاد بعض، فبالتالي هم هيكونوا في رو، والمسافة ما بينهم هتكون برضو هي ايه؟ سبيس بتوين. طيب نيجي برضو ليه؟ ندخل بقى تحت كمان ونشوف الويدجز دي معمولة ازاي. الصورة بالاتنين تكست الموجود جواها. طيب بما إن أنا عندي صورة واخدة ديزاين معين، فأكيد دي هتبقى صورة داخل كونتينر. يبقى أنا عارف إن الشكل ده كله هو عبارة عن كونتينر أصلا معمول له ديكوريشن. إزاي أحط بقى الصورة جوه الكونتينر؟ وإزاي أعمل الديزاين ده؟ في طريقتين إن إحنا نعمل الديزاين ده. الطريقة الأولى إن أنا أستخدم ستاك، بعدين أحط في الأيتم الأولاني في الستاك هيكون الصورة، والأيتم التاني هيكون كولوم يحمل لي الاتنين تكست دول. في حل تاني. الحل التاني إن أنا أحط الصورة دي هي بروبرتي من ضمن البروبرتيز بتاعة الكونتينر بتاعي، والكولوم ده يكون هو الشيلدرن بتاع الكونتينر. وده الحل اللي احنا هنستخدمه، إن الصورة بتاعتي تكون بروبرتي من ضمن البروبرتيز بتاعة الكونتينر، والشيلدرن بتاع الكونتينر بتاعنا هيكون هو الكولوم اللي بيحمل الاتنين تكست دول. نيجي نشوف الكولوم ده. الكولوم ده هنلاقي إن هو فيه تكست أولاني، يبقى ده الأيتم الأول. التكست التاني بيقول لي إن ده الأكتيف ديفايسز اللي موجودة عندك، وفي كاونت بيعد. طب أنا ممكن أعمل الحاجة دي إزاي؟ ممكن نعملها بطريقتين برضه. إن أنا الأكتيف ديفايسز دي ممكن أخليها كلها هي تكست واحدة، وأقول لها إن التكست ده هو عبارة عن أكتيف ديفايس، وبعدين بحط الفاريبل اللي بيحمل لي عدد الديفايسز اللي شغالة، اللي هو الديفايس نمبر مثلا. ده كله كده داخل التكست بتاعي. أو إن أنا أعمل رو بياخد تكست أولاني اللي هو الأكتيف ديفايسز، وتكست تاني اللي هو بياخد عدد الفاريبل بتاع عدد الديفايسز اللي شغال، سواء دي أو دي. الشكل ده بقى كله كده هيكون معمول إزاي؟ ده كده شكل جريد. فإحنا هنستخدم هنا جريد، وأنا بحدد لها عدد العناصر أو عدد الأيتمز اللي بتكون موجودة في الكروس أكسس ده. يعني أنا عايز واحد بس مكتوب بقى كده كلهم تحت بعض، أو إن أنا مثلا عايز اتنين يبقوا بالشكل ده كده، أو إن أنا مثلا عايز تلاتة فيكون كلهم إيه بالشكل ده كده تلاتة أهو، وده هيبدأ من تحت الرابع. فأنا بقدر أحدد ده.
وكمان بقدر أحدد في الجريد المسافات دي، المسافة اللي هي هنا كده والمسافة اللي هي هنا. كده أنا قدرت أعمل الشكل بتاع الجريد ده. في حاجة هنا، الصورة اللي هي في الباك جراوند دي، اللي هي في البروبرتي بتاع الديكوريشن بتاع الكونتينر، هلاقي إن أنا لو جيت أكتب عليها أو إن أنا أحط children تكست عليها، هلاقي إن اللون بتاعها بيغطي على اللون بتاع التكست. بمعنى إيه؟ كأنك كده بتكتب بلون أبيض على صورة بيضاء، فبالتالي التكست بتاعك مش هيظهر. أو إنك مثلا بتكتب بلون أسود على صورة سوداء، الباك جراوند بتاعها أسود، فالتكست ده مش هيظهر. المشكلة ده هتظهر بالصور عندي، اللون اللي هو الأبيض ده أو اللون الرمادي مش هيظهر بسبب الألوان اللي موجودة في الصورة نفسها. إزاي إحنا نحل المشكلة دي؟ إحنا هنستخدم حاجة اسمها الجرادينت. الجرادينت ده بيعمل لي تدريج في ألوان الصورة، بحيث إن هو يخلي لي آخر لون خالص في الصورة، هو من هنا كده بالظبط، الجزء ده كده لون بيقلب على سمار شوية، هلاقي إن آخر الصورة دايما أسمر. هو ده مش في الصورة نفسها، ده جرادينت بيضاف على ألوان الصورة، بحيث إن يخلي الآخر جزء ده أسمر شوية. فبالتالي أنا لو كتبت عليه بأبيض أو رمادي هيكون ظاهر، على العكس لو كتبت عليها نفسها كده مرة واحدة من غير أي حاجة هلاقي إن التكست أصلا مش ظاهر. هنشوف المشكلة ديت وإحنا بنكتب الكود. بعد كده إيه؟ لأن أنا عندي سبيس وخلاص، وإحنا عرفنا بنحل سبيس إزاي. وبعدين عندي الشرط دي، الشرط دي هي باكج جاهزة إحنا هنستخدمها. كل اللي أنا همرره للباكج دي هي الاسم اللي أنا عايز أظهره اللي هو التمبريتشر، والداتا اللي أنا هخليها تترسم في الشرط. طبعا الداتا دي هتجي لي من البروكر اللي هو درجات الحرارة، وكل داتا بتيجي أنا بضيفها على لستة، والليستة ديت بمررها للشرط، فهي بترسمها لي أو بتضيفها لي هنا. هلاقي إن مثلا يجي الأيتم واحد بعد اتنين كده، دي الداتا مثلا تجي لي على إن إيه تشتغل حاجة زي كده. فده كده الشرط بتاعتي، وده كده يعتبر كل الديزاين وكل الحاجة اللي إحنا هنعملها في الديزاين. إحنا خلاص يعني ادينا نفسنا فرصة إن إحنا نفكر هو الديزاين هيكون ماشي إزاي. خلينا بقى نبدأ إيه في الكود. نبدأ من هنا. طبعا ده كده أول كلاس عادي، مفيش أي ويدجت ولا أي حاجة، فأنا هرجع في أول حاجة خالص ماتيريال آب. دي الماتيريال آب بتاعي. الماتيريال آب عايزة الهوم بتاعها. الهوم هنا هنقول دي الصفحة الرئيسية اللي هي كده. أنا بقى عايز أعمل الصفحة الرئيسية دي، هنيجي هنا في الفولدر بتاع الليب، هنعمل كليك يمين وبعدين نعمل فولدر اسمه فيتشرز. جوه الفيتشرز ده هنعمل فولدر اسمه هوم، هيكون فيه الكود بتاع الهوم باج بتاعتنا. طيب هنعمل فايل عادي اسمه هوم بالدوت، وده هيكون في الكلاس بتاع الهوم. طيب خلينا نعمله stateful widget وهنسميها هوم. دي كده الهوم بتاعنا، وهنيجي هنا في المين نعمل import للفايل ده، نعمل import. ده كده المين. ايه اللي احنا هنرجعه هنا؟ أول حاجة سيف اريا، فاحنا هنعمل كده نعمل سيف اريا. الشيلد بتاع سيف اريا، الشيلد هيكون هو السكافولد بتاعنا، سكافولد. وجوه السكافولد بتاعنا نحط البادي بتاعه، هيكون كولوم بيشيل كل الايتمز اللي احنا ايه هنرسم بيها الويدجت بتاعتنا. كولوم، وخلينا نعمل سيف وبعدين نعمل رن ونكمل. طيب زي ما قلنا أول حاجة خالص هيكون عندي الرو، والرو اللي هو هيكون فيه رو وبعدين فيه الايتم بتاعة المنيو. يبقى أنا عندي الشولدر الأول، الشولدر الأول في الشولدرز بتاعة الكولوم هيكون هو رو.
الرو ده اللي بيشيل الصورة وبيشيل الكولوم بتاع التكست اللي هو الويلكم والاسم بتاع اليوزر. يبقى أنا عندي الشيلدرن بتوعه هيكون عندي الصورة بتاعت اليوزر. الصورة دي قلنا إن هي هتكون داخل كونتينر. الكونتينر ده هنديه الويدث بتاعه هيكون 40، والهايت بتاعه برضه هيكون 40. وبعدين معمول هنا ديكوريشن. الديكوريشن ده هيكون هو البوكس ديكوريشن. بوكس ديكوريشن. طيب ايه اللي انا عايزه بقى من البوكس ديكوريشن ده؟ انا عايز اخليها على شكل سيركل، على شكل دايره. فانا اقول له ان انت عندك الراديوس او البوردر راديوس بتاعك هو نوع سيركلر، وهنديه السيركلر بتاعه هتكون 50. كده انا عملت الشكل بتاع الكونتينر والشكل الداير. طب انا عايز بقى احط فيه الصوره. ممكن بطريقتين نحط الصوره. ممكن نحطها كانها شيلد للكونتينر، ممكن نحطها في البروبرتي اللي هي اسمها ايمج اللي موجوده في الديكوريشن، اللي هي الديكوريشن ايمج دي. طيب خلينا نحطها كانها ايمج عادي، وادي الديكوريشن ايمج. طيب الديكوريشن ايمج ده هنحطها اسيد ايمج. طيب هنا عايز بقى الباث بتاع الصوره، المسار بتاع الصوره عندك. طيب الصوره بتاعت اليوزر دي موجوده في الفايل اللي اسمه assets. assets ده فايل اهو. موجود فيه الايكونز اللي هنستخدمه والايمج اللي احنا هنستخدمه. طيب الايمج بتاعت اليوزر اللي هي دي الايمج بتاعت اليوزر. طب احنا بقى عايزين نستخدمها نعمل ايه؟ هروح على الليب وهنعمل فايل فولدر كمان اسمه كور. جوه الكور ده هيكون في فولدر اسمه يوتيل. اليوتيل ده هنحط فيه فايل اسمه الاسيت. دي الاسيت اللي احنا بتاعت الصور كلها. اسيت دوت دارت. طيب جوه الاسيت دوت دارت ده هيكون ايه؟ هيكون كلاس. اسم الكلاس ده هيكون اسيتس، وبعدين assets دوت. طيب ايه بقى اللي انا هضيفه هنا؟ ايه اللي انا هضيفه هنا؟ اقول له انت عايز الباث بتاع الصورة، المسار بتاع الصورة بتاعتك. static honest string user image. طب ده بيساوي ايه؟ ده هو المسار بتاعك. طب اجيب بقى المسار ده ازاي؟ انا لو هقف على الصورة كده وبعدين هعمل كوبي باث وهحطه هنا. انا بس مش عايز ده كله، انا عايز بس لحد الاسيت كده، فانا هشيل ده كله. طيب هو هنا عامل ايرور. عامل ايرور لان احنا هنستخدم الفورورد سلاش بدل الباك سلاش. كده هو يشتغل. طب انا محتاج بقى احط الباس ده في الباب سبيك بتاعي. فاحنا هنيجي على الباب سبيك بتاعي، طبعا هناخد ده كله كده كوبي، وبعدين على الباب سبيك بتاعي مش حاطين هنا بيست. طيب بس خلي بالك احنا هنا غيرنا السلاش ورجعناها تاني. تمام. يعني يعتبر انا عندي كده اتنين سلاش، واحده اللي في الباب سبيك توتيمل دي اللي هي العاديه خالص، والتانيه اللي هتكون بقى بالعكس اللي هي هتكون في البلس بتاعتي. ايه اللي انا عايز اعمله؟ هرجع تاني للهوم واقول له طبعا انت هنا الاسس بتاعي اللي هو الكلاس اللي احنا عملناه دوت يوزر ايمج. طيب في ايرور هنا اللي انا عايز اعمل امبورت للفايل ده اصلا. عملت له كده امبورت، هنا سيف. مفيش اي حاجه. لان انا هنا كنت محتاج ان انا اعمل سيف في الفايل بتاعنا اصلا اللي هو الاسس اللي انا سيف. وبعدين سيف هنا كده ادي الصوره ظهرت عندنا. طيب عايزين نغير الباك جراوند دي، نخلي اللون اللي هو البلاك ده. هنيجي على السكافولد بتاعنا هو البادي، بعدين هنقول باك جراوند ونحط الكلر بتاع الباك جراوند. كولر بلاك. بس هي هنا دارك بلاك. احنا بس عايزين نخليها نسبة من بلاك، فهنغير هنقلل الوباسيتي بتاعه شوية كده. خليه بالشكل ده سيف.
لأن هو يعتبر إيه فاتح شوية كده. وبعدين نعمل تمام. طيب الايرور ده او البروبلم دي نعملها كونست. طب كده احنا عملنا ايه اول ايتم في الكونتينر. بعد كده احنا قلنا ايه ان الايتم ده اصلا هو هيكون ايه رو جوه رو. فانا هرب الكونتينر ده برو، ولا انت هتهرب برو. وده الايتم الاول في الرو اللي هو الصوره بتاعتنا. الايتم التاني بقى هيكون هو الكولوم اللي بيشيل لي التكست. كولوم، الكولوم ده الشولدر اللي فيه هيبقى اول واحد تكست عادي اللي هيكون فيه كلمه ويلكم سيف. طب الكلمة هنا مش ظاهرة لأن أصلا الديفولت كلر بتاع التكست هي بلاك. وأنا عندي هنا عامل الباك جراوند بلاك، فبالتالي هي مش ظاهرة. فأنا هديله بقى هنا ستايل، وأقول له إن هي تكست ستايل. والكولر الكولر دوت وايت. نعملها بالشكل ده. سي خليها إن هي إيه ظهرت هنا. طيب إحنا ممكن برضو مش نخليها كولر، نخلي الكولر وايت. إحنا ممكن نخليه يعني نسبة كده من الأبيض. بس هقلل كده بس شوية كده غير خالص. نخليه بالشكل ده. الايتم التاني بقى في الكونتينر هيكون هو اليوزر النيم بتاع اليوزر ده. ادي نفس التكست اهو. بدل ده نخلي بقى الاسم. وبعدين سيف. ادي خد الاسم ده. بس ده برضه احنا ممكن نخليه ابيض عادي نفس كده. انا عايز اعمل ايه ده؟ انا عايز بس اخلي هما الاتنين يبداوا من على الشمال، ما يكونش فيه المسافة اللي هي الزفرة دي. اعمل ده ازاي؟ ان انا هاجي على الكولوم بتاعنا ده، واقول له ان الكروس اكسس الاينمنت ده اخليه يبدا من الستارت. تمام سيف. لان هو خد المسافه اللي موجوده على الشمال. بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين ناخد السبيس اللي ما بينهم. عايزين ناخد المسافه اللي ما بينهم دي نكبرها شويه. ممكن نعمل ده ازاي؟ هنعمل ده من خلال ان احنا لو جينا عند الكونتينر بتاعي. الكونتينر ده لو عملنا له راب ببادنج مثلا، وهنخليه بس من ناحية الليفت ليفت، نخليه 10 سيف. لأن هو فعلا خد مسافة. بدل 10 ممكن نخليه 5 كويس. عايزين بقى نعمل الأيكون اللي بيكون موجود على اليمين. طيب ده كله كده كان الأيتم الأولاني في الرو الأساسي اللي هو جوه رو. وجوه الرو ده كونتينر اللي بيشيل الصورة. وبعدين الكولوم اللي بيشيل اتنين تكست. طب جوه بقى الايتم التاني جوه الرو الاساسي اللي هو ادي الرو الاساسي اهو. الايتم التاني هيكون ايه؟ هيكون هو الايتم بتاعتي. طب الايتم ديت هي ايمج اسيتس، وهنديها المسار بتاعي. طب المسار ده موجود فين؟ هنروح على الاساس بتاعنا، وبعدين نروح على الاسيت بتاعت الايكونز اللي موجوده. وده المسار. ناخد ده كله كده كوبي، ونسميها بدل يوزر ايميل نسميها منيو ايمج. طيب المسار بتاعها ناخدها كوبي، كوبي باث. وبعدين
نحطها هنا. أنا مش عايز طبعا ده كله كده، أنا عايز بس لحد الأسد، ونغير الباك سلاش. طب قبل ما نغير الباك سلاش خلينا ناخد ده كوبي عشان نحطه في الباب سبيك كامل، وبعدين نغير الباك سلاش، خليها فورورد سلاش، ونعمل سيف. هاجي هنا في الهوم وأقول له ده أنت الباث بتاعك هتاخده من الكلاس اللي اسمه assets دوت ميديا انج. نروح للباب سبيك كامل ونضيف الباث بتاعك، نعمل سيف هنا، ونعمل سيف هنا، نعمل ريستارت علشان يردوا الصورة أصلا. تمام. هي هنا موجودة في الكولوم، احنا عايزين نحطها في الرو. سيف. طب هي حجمها كبير، فهنقلل الحجم شوية، هنخلي الويدث 40، والهايت بتاعها برضه 40. نعمل سيف. هي كده صغيرة، ولكن اللون بتاعها أصلا بلاك، فبالتالي هي مش ظاهرة بسبب الباك جراوند، فإحنا محتاجين نديها color. color colors دوت 1. سيف. زادت كده عندنا، بس طبعا هي ما فيهاش سبيس بين الكولوم وبين الايقون نفسها، فاحنا هنروح للرو الاساسي اللي هو اول واحد ده، ونعمل نديها سبيس بتوين، نعمل اكسس الاينمنت ونديله سبيس بتوين، نعمل سيف. كده ايه، خد الشكل بتاعه. صغر ده شوية، كده خد الشكل بتاعه. ولكن هنا هنلاحظ ان هو مفيش اي مسافات من على الجنب ولا من فوق ولا من تحت. نعمل ده ازاي؟ احنا ممكن نروح للكولوم الاساسي اصلا اللي فوق خالص، ونعمل له بادنج من كل الجوانب، نديله مثلا 20، نعمل سيف. بعدين الشكل بقى زي كده، أي حاجة أحطها تحت هنا هيكون برضه إيه واخدة البادنج اللي هو 20 ده. يبقى ده كده الصورة بتاعتي. طيب عايزين بقى نعمل الجزء اللي تحت اللي هو كان يو رومز، اللي هو يو رومز ده والسي او، زي ما قلنا إن ده هيكون فروع. طب خلينا نعمل هنا في قبل الكولوم الأساسي عندك أول حاجة رو، بعد كده قلنا بنقول فين رو برودكت اللي هو شيلدرن. الشيلد الأولاني هيكون تكست، والشيلد التاني هيكون تكست برضه. فأنا ممكن آخد تكست اللي هنا والستايل بتاعه، أقول له أدي 1 2، وبدل ويلكم دي هتقول يور رومز، واخدة وايت اس، ودي هتقول سي اول، ونفس درجة اللون. نعمل سيف. لأن هي ظهرت أدي اليور رومز والسي اول. طيب عايز آخد مسافات ما بينهم، هنعمل سبيس بتوين برضه. مين اكسس اوف alignment هتبقى سبيس بتوين، ونعمل سيف. طلع لي بالشكل ده. بس انا عايز اخد اول حاجه اكبر الري رومز، اكبر الري رومز الفونت بتاعها. فهاجي هنا على الستايل، ده الستايل بتاعك، فونت فونت سايز مثلا 25. تمام. وعايز اخد المسافات، هندي الرو بادنج. بادنج البادنج ده يكون اونلي
نكتب 20 سيف. يبقى أنا كده عملت الشكل بتاعي اللي هو زي ده، نفس المسافة الموجودة هنا في الفونت ده. نخلي ده كونستانت وده constant. شوف الايرور اللي هنا طبعا. خلينا نقف لحد كده، والسلام عليكم.